اجي نوريكم تعليق من التعاليق ديالكم الزوينه، وميم طو غادي نوريكم حاجه اللي غتعاون بزاف ديال البنات اللي عندهم الكريشه وعندهم الوزن الزائد وباغي انهم يبداو، باغي انهم يحيدوا الكريشه وباقيين ما بداوش. غادي نوريك واحد الحاجه اللي غادي تعاونك وغادي تخليك انك حتى انت تولي عندك اراده وتبداي، ماشي الاخرين اللي حيدوا الكريشه احسن منك، حتى انت تقدري انك تبداي. الوغ نقراو بعدا التعليق ديال السيده، قالت لكم مستحيل تبعي مع الكوتش اسماء وما تنقصيش وما تدخلش الكريشه. انا بديت معاك وان شاء الله نوصل للوزن اللي بغيت مع الكوتش. تعاليق واحدين اخرين. البنات مستحيل مع اختي اسماء ما تضعفيش. لا مستحيل مع الكوتش اسماء. الوغ وحده كتبات تبارك الله انا تبعت مع كوتش اسماء ونقصت 7 كيلو، هذه غير البدايه باقي مازال نزيدو نقصو اكثر. وحده اخرى حتى هي كتبات قالت لهم انا نقصت 5 كيلو مع الكوتش اسماء في رمضان. وحده اخرى كتبات تبارك الله انا عاد بديت معاك، بدات شويه كتدخل الكريشه وكتعطي الخاطر، هذه شي حاجه اللي هي زوينه. تبارك الله عليك وتبارك الله على الكوتش اسماء. التعاليق ديالكم زوينين بزاف ما نقدرش نقراهم كاملين. اسماء قاهره الدهون مع اسماء المستحيل ممكن. الوغ تبارك الله ما شاء الله عليكم، التعليقات ديالكم رائعه. هادشي علاش انا غندير واحد التذكير خفيف سريع على حساب لي ترانسفورماسيون ديال البنات اللي دازو عندي نتائج ديالهم في رمضان، خاصه ترانسفورماسيون ديال السيده اللي والده سيزاريان والكرش كانت عندها كبيره وزوميت لكم على الكرش كيفاش كانت وكيفاش ولات بلا، كيفاش يعني تنحتت بواحد الشكل رائع. غادي نوريكم او ميم طون ترانسفورماسيون وحدين اخرين اللي تبارك الله ما شاء الله عليهم نتائج رائعه، نتائج زوينه. اهم حاجه هو ان كديري واحد لو بروغرام اليمونتير اللي هو صحي، برنامج غذائي صحي، ما كتحيدي خبز، ما كتحيدي ديسير، ما كتبقاي نهار كامل بالجوع، كتاكلي 4 غوبا في النهار، 4 الوجبات ديالك، بعد المرات 3 الوجبات على كل حساب كل وحده، والوجبات العدد الوجبات اللي كتبغي، وكتاكل الخبز وكتاكل يعني كنحدد ليها عدد السعرات الحراريه ديالها ديال باش انها تنقص وباش او ميم طون تسد الاحتياجات الجسم ديالها من الكربوهيدرات من الدهون او ميم طون من البروتين باش تنقصي وتكسبي الكتله العضليه. او ميم طون كيكون عندك برنامج رياضي او ميم طون يعني كتنقصي بواحد الطريقه اللي هي صحيه، الجسم ديالك كينقص وهو مشدود وانت اون فورم، ماشي حاسه براسك ان وجهك شاحف ولا انك ما قادرش انك تكملي، كتحسي انك دايره واحد النظام حياه متوازن. حنا ما كنقلبوش اننا نديروا واحد الانظمه اللي هي تكون منحيدوا فيها بزاف ديال الحوايج، لان ان فوا غادا ترجعي لداك الشيء تاكلي غترجعي عاوتاني لوزنك. غتقلبي على الاشياء اللي نتيا كتاكليها في اليوم ديالك تاكليها وتاكليها بطريقه صحيه وبكميات قليله باش حتى المعده ديالك كتصغر. وكنعتمد على استراتيجيه تكميم المعده بطريقه طبيعيه باش السيده المعده ديالها كتصغر وكتبقى دائما بهذاك الجسم الرشيق. واخا تبغي تاكل كونتيتي كبيره ما كتقدرش لان المعده ديالها كتمتلئ بواحد الكميات اللي هي قليله.